تعلموا الادب مع الله يا شباب. مشهد البلاء ده لو جبنا واحد دلوقتي يعمله فيلم تاريخي ولا فيلم وثائقي، لو تعالى في مشهد كده عاوزين ممكن يعمل فيلم في ساعتين في حته البلاء ده بس، اللي هو الرؤيه تيجي لابراهيم مره وبعدين في الثانيه في الثالثه ده اللي حصل. وده برضه يا جماعه من شده بلاء ابراهيم، احنا نسينا نقول انه لما اوحي الى ابراهيم انه يذبح ولده، في طرق للوحي منها ان جبريل يجي يقول له اذبح ولدك، مش كده؟ ما حصلش كده. ربنا اختار طريقه عجيبه جدا وهي رؤيا الانبياء ايه؟ وحي. ليه بقى؟ لانك تشوف ده بعينيك ده لوحده بلاء. ليس من رأى كمن سمع. انتوا عارفين لما تشوف حلم وحش تصحى مكتئب ممكن يقفل لك اليوم كله، مع ان نفس الحلم ده لو اتحكى لك مش هتتأثر. ليه؟ لانه ليس من رأى كمن سمع. وقع البلاء لما تشوفه اشد بكتير جدا. فمشهد يتفصص كده ياخده في ساعة ساعتين، وبعدين وهو جاي يقول لابنه نفسية إبراهيم ازاي تتصور بقى في المشهد ده، مشهد سينمائي وهو بيقدم رجل ويؤخر أخرى، يمكن التخفيف ينزل، يمكن مشهد يعني يتحكي. ربنا حكاه في ايه؟ ايتين. ومعظم الايتين يا جماعه في ايه؟ مش في البلاء نفسه، في تعاطي ابراهيم وابنه مع البلاء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك. ده بلاء. من اول هنا بقى تعاطي الوالد والولد مع البلاء. فانظر ماذا ترى؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين. فين البلاء اصلا؟ يعني هو البلاء عارفين فين؟ في جمله واحده، اني ارى في المنام اني اذبحك. بعد كده حتى بقيه الايتين تعاطي النبي وابنه مع البلاء. وبعدين 10 آيات بشريات. تعلموا الأدب مع الله يا شباب. إيه أخبارك؟ عامل إيه؟ فيه عافية. طب اضطررت إنك تحكي يبقى إيه؟ لا والله أبدا، ده أنا إيه يعني حصل حاجة كده بس الحمد لله ده ربنا اداني واداني. واقعد بقى ساعة احكي عن عطايا الرب سبحانه وتعالى. طب إيه العطايا؟ هي العطايا لازم تكون خفت؟ لا والله مش لازم. العطايا ممكن إنك ألهمت الصبر. عطاء ده ولا مش عطاء يا جماعة؟ ألهمت، لقيت كده جواك سكينة ورضا. عطاء ده ولا مش عطاء يا جماعة؟